السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرؤية اللي أنا هطرحها دلوقتي عبارة عن توجيه سليم لكل إنسان في اليقظة. واحد نايم في المنام وبيقول لك أنا بصلي الظهر العصر المغرب، المهم بيصلي فرض أو نافلة في البيت في أي مكان، بيقول لقيت نفسي بصلي بس أنا عارف إن القبلة اهي، أنا بصلي كده أو كده أو كده. يبقى إذا وجد الإنسان الرجل أو المرأة نفسه بيصلي عكس القبلة، قول له أنت بقى سلوكك خاطئ، انت مبتعد عن القيم الدينية، انت تصرفك ده هيؤدي لك الى خسارة دينية ودنيوية. طب نعمل ايه؟ توب الى الله، ارجع الى الله، تعلم العلوم الشرعية. وطبعا انا بتكلم في مسألة ان انا رأيت نفسي اصلي عكس القبلة وده الحل. طب انا بقى كمسلم عايز اصلي، لا، روح اقرأ في الفقه وتعلم من المشايخ، لان اذا صلى الانسان شرعا في مكان لا يعرفه وتبين له انه عكس القبلة يعيد الصلاة. طب قبل ما يصلي قال اظن ان القبلة كده ودي كده وصلى وبتبين ان هو عكس القبلة، صلاته صحيحة، دي من الناحية الشرعية. طيب الانسان برضو لما بيقول ايه ده اتكرر معايا الحلم ده، لقيت نفسي برضو بصلي خطأ، يبقى انت اصلا عندك في حياتك حيرة وعندك تشتت وعندك قلق. وخلي بالكم ده اساسه من الشيطان. الشيطان مع ابن ادم عايزه خايف من الفقر، خايف على عياله، خايف على الدنيا، خايف على كل شيء. امال فين الامن؟ امال فين الايمان؟ فرؤية الانسان ان هو محتار ومتشتت وحواليه ناس منافقين كتيرة، عد الى الطريق، عد الى الصواب. ولذلك احنا دايما بننصح الناس اللي عندهم وسوسة والحاجات دي كلها واللي بيصلوا غلط بقول له ايه؟ تعلم علم التوحيد. يعني ايه تعلم علم التوحيد؟ تعلم من هو الله. اللي يعرف ربه هيرتاح، اللي يعرف ربه ان هو رزاق ذو القوة المتين، وان هو فعال لما يريد، وان هو ارحم بينا من انفسنا. طيب انا بص خلي بالك بقى، انا لقيت نفسي بصلي وبعيد وابحث عن القبلة. ده التانية ان انا صليت ولقيت نفسي فين؟ لقيت نفسي صليت عكس القبلة. ديت انت انسان كويس، وانت انسان عندك صلاح وعندك تقوى وبتبحث دوما عن السمو، وانت هتدخل مرحلة جديدة وكويسة في حياتك سواء مع نفسك او مع الاسرة، ويرجى لك الخير. طب واحد بقى تاني بيقول ان انا امبارح في المنام لقيت نفسي صليت العشاء بس بدون وضوء. طب انت متعمد؟ يبقى انت اذا صليت متعمدا بدون وضوء يبقى انت بتصلي في مكان لا يصح فيه الصلاة. زي ايه؟ زي المقبرة، وزي مرابد الابل، وزي التواليتات ما ينفعش تصلي فيها، وزي واحد يجي في قهوة والناس عمال يلعبهم والصخب ويجي يجي يصلي. يبقى اذا صلى بدون وضوء يبقى انت اسأت اختيار المكان، لان في اماكن الشريعة نهت ان الانسان يصلي فيها. وطبعا التاريخ كله بيحكي ان احنا جعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طهورا، لكن اختار هذا المكان. طيب لو انت بقى حصل في حياتك انك انت بتصلي عكس القبلة وبتصلي بدون وضوء وبتعيد الكلام ده، يبقى انت عندك في حياتك ايه بقى؟ عندك تشتت، او في امر انت بتسعى عشان تحققه، تمام، لكن غلب الشيطان نفسك فسيطر عليها فجعل لك الايه؟ القلق اللي انت عايش فيه، وانت عندك ارتياب وعندك شك لدرجة ان انت احسن حاجة في حياتك هي الصلاة، والصلاة بترجع تقول ان انا صليت عكس القبلة او صليت بدون وضوء او بشك في كذا وكذا. يبقى ايه الحل في الموضوع ده؟ الحل انك انت تسبغ الوضوء، الحل انك انت تتعلم فقه الوضوء، الحل انك انت تتعلم التوحيد علشان تعرف انك انت قدام رب العالمين. وانا اسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى ان يجعلني واياكم ممن يقيم الصلاة ويكون فيها خاشعا، وان يجعلنا يوم العرض على الله ممن بيض الله له وجهه ويمن كتابه وثقل ميزانه، واوردنا واياكم حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنشرب منه شربة لا نظمأ. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.